صباح الفل صباح الفل صباح الفل. بصوا يا جماعة، النهاردة أنا عايز أبتدي بقصة. أبو ليان مساء الفل. النهاردة أنا عايز أبتدي بقصة مسخرة مسخرة. بس عشان أبتدي القصة دي صراحة ربنا أنا مستخسر أحكيها وإحنا لسه قليلين كده، يعني وإحنا لسه عددنا قليل. فعلى قد ما تقدروا لايك وشير، على قد ما تقدروا لايك وشير، شيروا لكل الزملكاويه. عايزين نجمع اكبر قدر ممكن من الزملكاويه معانا قبل ما نبتدي في الحكايه، عشان الحكايه دي مسخره. اقسم بالله العظيم هنموت من الضحك، اقسم بالله هنموت من الضحك. اجمع يا زملكاويه، انا قاعد بحضر لكم في القصص دي والله من الصبح، من الصبح. آه. فين الزملكاويه يا حبايبنا؟ فين؟ ومعانا اخبار النهارده عن صفقة وليد الكارتي. معانا شوية اخبار حلوة النهارده عن مؤتمر مرتضى منصور. عايزين نتكلم مع بعض في شوية حاجات. صباح الفل محمد سمير نصار، علي السيد، في اي بي اسلام، علي السيد، منورين. اولا يا جماعة، المرة اللي فاتت حصلت حاجة. الحاجة ديت هي ان في صديق، واحنا قاعدين طبعا، احنا مدشنين بقالنا فترة هاشتاج الا رسول الله عليه الصلاة والسلام. وده طبعا نتيجة للإساءة اللي شفناها اللي حصلت في فرنسا. و محمد حسن مساء الفل. طبعا الإساءة اللي شفناها اللي حصلت لرسول الله عليه الصلاة والسلام في فرنسا، وللإساءات المتكررة اللي تكررت الأيام اللي فاتت. فصادقنا المرة اللي فاتت شير الهاشتاج، وصراحة ربنا اقشعرت أبداننا جميعا. وأنا قررت إن من هنا ورايح في أول اللايف هنخصص يعني اول اللايف دوت للصلاة والسلام على رسول الله خير الانام، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. فعايزين ان شاء الله رب العالمين نبتدي اللايف بتاعنا بالصلاة على الحبيب عليه الصلاة والسلام. يا ريت كل اللي شايف، يا ريت كل اللي شايف يصلي على الرسول الكريم، ونشوف كلمة عليه الصلاة والسلام، عشان يعني تبقى بدايتنا كويسة إن شاء الله رب العالمين وموفقة. ده أولا. ثانيا عايز أقول لكم إن إحنا هنا في اسكندرية بنغرق. إحنا هنا في اسكندرية بنغرق بمعنى الكلمة، بمعنى الكلمة. برق ورعد، وده اللي خلاني يمكن اتأخرت عليكم شوية. المفروض إن أنا كنت هطلع الساعة 8 النهاردة، اتأخرت عليكم شوية. خالي صابر مساء الفل حبيبي، مساء الفل يا خالو، مساء الفل عليك. فعايزين الى حد ما يا جماعة زي ما قلنا نبتدي على قد ما نقدر ندعم اللايف بلايك وشير، عشان اول فقرة معانا النهاردة في حكاية غريبة جدا سمعتها النهاردة من صديق كان بيتكلم على اليوتيوب. اليوتيوب كانت حكاية مسخرة صراحة. صديق كان بيتكلم عن بيتسو موسيماني، عن بيتسو موسيماني. اه الصديق كان بيتكلم عن بيتسو موسيماني مدرب النادي الاهلي. قصة حصلت معاه من فترة طويلة، من حوالي يعني بيقولوا 2013 او 2014. القصة دي حكاها، القصة دي حكاها مدرب نادي كايزر تشيفز، مدرب نادي كايزر تشيفز. طبعا احنا عارفين في جنوب افريقيا ناديين كبار زي الاهلي والزمالك هنا كده، وفي نادي التالت بتاعهم برضو شعبيته هنا زي الاسماعيلي كده. الناديين الكبار هم سان داونز وكايزر تشيفز، والتالت بتاعهم في نادي اسمه اورلاندو بايرتس. فحصل هم عندهم الديربي، المباراة الكبيرة يعني الكلاسيكو بتاعهم كايزر تشيفز وسان داونز. حصل ان بيتسو موسيماني كان بيدرب سان داونز، واتصل بمدرب بالمدير الفني الكايزر تشيفز. كان الماتش ساعتها كان الديربي. ماضو مساء الفل يا ماضو، الراجل ده اهلاوي محترم جدا يا جماعه، دايما معانا على اللايف. حبيبي يا ماضو، حبيبي مساء الفل عليك يا صديقي العزيز، صديق البيج بتاعتنا. حبيبي يا ماضو، ما كنت شايف والله حبيبي، مساء الفل عليك. فبيتسو موسيماني عمل لعبه كده جامده جدا. كان نتيجة مباراة
نتيجة مباراة الديربي كانت هتحدد إلى حد ما البطولة رايحة فين. كانت هتحدد إلى حد ما البطولة رايحة على فين. قام جاي بيتسو موسيماني متصل بالمدير الفني بتاع كايزر تشيفز وقال له بص يا معلم، انا عندي 12 لعيب من اللعيبه الاساسيين في الفرقه مصابين بمرض عضال، مرض خطير والعياذ بالله، وما عنديش لعيبه العب بيها المباراه، وانت كده كده هتكسب بسكور كبير. فمن فضلك انا هطلب منك طلب واحد بس، انك اكسب وحلال عليك الثلاث نقط، وانا كده كده هخسر لك غصب عني، انا كده كده خسران. فبدل ما اخسر العب ماتش واخسر بسكور كبير بفضيحه، وصن داونز يطلع السنه دي بفضيحه، لا، انا كده كده هخسر لك، بس انت كسبني 1-0 2-1 كده يعني، من غير فضايح. عمرو ابراهيم مساء الفل، من غير فضايح، عشان ايه الماتش ما يطلعش بفضيحه ويبقى الشكل سيء والشكل وحش وكده. فانا كده كده هخسر لك، وكده كده هخسر لك 1 ولا 2، فانت ما تدوسش جامد يعني. وحصل يعني ديل جنتلمان، اتفقوا مع بعض يعني وكده، ان حبيبي محمود ابو لوجي، حبيبي مساء الفل، مساء الفل، مساء الفل، اخويا يا جماعه، اخويا، مساء الفل يا محمود، مساء الفل يا حبيبي. اخويا على فكره اهلاوي، واول مره اشوفه معانا على اللايف، او تاني مره، عشان هو اهلاوي جامد قوي. فالمهم ايه، بس اهلاوي معتدل يعني، على فكره احنا حتى الاهلاويه عندنا في العيله يعني احنا اخوات اهوت، وفي مننا اهلاويه وفي مننا زملكاويه، وعادي جدا والله. فلان كلنا معتدلين مع بعض جدا جدا جدا. فحصل ان المهم ايه، بيتسو موسيماني اتفق مع الراجل، تمام تمام تمام. فالراجل كده كده عارف ان بيتسو موسيماني خلاص سايب الماتش مع السلامه، ومتفقين على كل حاجه. راح بالفريق اللي هو التاني، راح بالفريق التاني، وساب بقى اللعيبه الاساسيين وبتاع، على ان هو كده كده هيلاعب ناشئين يعني بتوع سان داونز وبتاع. راح لقى بيتسو موسيماني نازل بالفول تيم بتاعه، ومسكوا رقعوا ماتش محترم وكسب سان داونز. وفي السنه دي سان داونز حصل على البطوله. طبعا احنا بنحكي الحكايه دي ليه؟ عشان بس ايه، نشوف الراجل ده دماغه رايحه فين. طبعا هو الكلام ده مش هيحصل، ربنا يخليك يا ابو ليان، كلنا اخوات يا حبيبي. طبعا دوت مش هيحصل هنا. يسعد مساك ومسا فلسطين كلها يا محمد، فوق راسنا، فوق راسنا والله العظيم اخواتنا. على فكره يا جماعه، اللايف اللي فات اخواتنا من الاقطار العربيه كانوا بيتفرجوا علينا كتير جدا جدا جدا، وده شيء اسلك صدورنا، حسسنا بالامانه ان الزمالك ليه شعبيه كبيره، واننا بنعمل حاجه محترمه جدا، وان الزمالك موحدنا، فده شيء عظيم جدا 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 جدا. تاني اصدقائنا الاحباء اللي قاعدين معانا، فضلا وليس امرا، يا ريت التفاعل مع اللايف، يعني لايك كده ولاف وظبطوني، وشيروا بقى يا جماعه، شيروا. عايزين الناس الزملكاويه يضموا علينا باكبر قدر ممكن، خصوصا الايام الجايه اللي هو الاسبوع اللي قبل الماتش خلاص. حبيبي حبيبي اشرف حامد من فلسطين برضو، فوق راسي، فوق راسي. فلسطين زملكاويه يا جماعه، فلسطين زملكاويه، فلسطين زملكاويه. وده شرف لينا والله العظيم، شرف لينا، الشعب المناضل العظيم، الشعب الفلسطيني الحبيب. فشيروا اليومين الجايين على قد ما تقدروا، لان عايزين الزملكاويه يضموا علينا اكبر قدر ممكن، عشان عايزين ننشر البهجه، وننشر ثقافه وتشجيع الزمالك الاسبوع الجاي ده بالذات. شير يا رجاله. المهم حبيبي يا استاذ مصطفى، حبيبي ربنا يبارك فيك حبيبي. احمد مدريد بيقول لي ايه رايك في موسيماني؟ موسيماني مدرب كبير. الخدعه اللي انا بقول عليها دي طبعا استحاله تحصل في نهائي دوري ابطال افريقيا، وما ينفعش تحصل هنا في مصر والكلام دوت. بس احنا بنشوف الراجل ده دماغه رايحه فين، خصوصا اليومين دول سمعنا عن اصابه كهرباء واصابه صالح جمعه بكوفيد، فمش عارفين ايه الموضوع يعني، ربنا يسلمهم طبعا. عمرنا ما هنتمنى اصابه اي لاعب، عمرنا ما هنتمنى اصابه اي لاعب، بس لازم نكون حذرين جدا 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 جدا. ربنا يخليك يا احمد ابو سعد، مساء الفل عليك يا صديقي العزيز. عايزين نتكلم عن شويه حاجات، منهم اول حاجه عندنا النهارده عيله العدل وقعوا في بعض يا جماعه، جمال العدل ومحمد العدل. طبعا احنا عارفين ان عيله العدل كلها زملكاويه الا محمد العدل. طبعا جمال العدل كان ضيف على خالد الغندور في برنامج زملكاوي، قال ان الزمالك حصل في عهد مرتضى منصور على العديد من الالقاب، وحصل في الوقت دوت على القاب اكتر من القاب الاهلي.
طلع محمد العدل قال له طول عمركم بتضللوا. فاحنا النهارده عاملين كده مقارنه فعلا. الزمالك من 2014 الى الان حصل على 10 بطولات، الاهلي حصل على 9 بطولات، ولكن برضو الى حد ما الاهلي حصل على 4 دوري، ودول مهمين جدا. احنا لا ننتقص من قيمه الاهلي، بس في نفس الوقت لا ننتقص من قيمتنا. احنا حصلنا على 10 بطولات وفيها بطولات كبيره. الزمالك حصل على 5 كاس مصر، 1 دوري، 2 سوبر مصري، 1 كونفدراليه، 1 سوبر افريقي. ده كمان ما حسبناش السوبر المصري السعودي لانه بيقولوا انه بطوله غير رسميه. الاهلي حصل على 4 دوري، 1 كاس مصر، 3 سوبر مصري، 1 كونفدراليه افريقيه، يبقى 9 بطولات مقابل 10 للزمالك. النهارده هنتكلم اول حاجه في القادمين والراحلين عن مصطفى فتحي. مصطفى فتحي يا جماعه، مصطفى فتحي جاي له العديد من العروض، منها عروض اعاره مثلا من الاسماعيلي عارض انه يستعير مصطفى فتحي، وفي نادي تاني عارض انه يستعير مصطفى فتحي، مش فاكر نادي ايه الصراحه. وبيراميدز مثلا عارض انه يشتري مصطفى فتحي نهائي. طيب احنا بقى كزملكاويه هل ينفع نوافق على ده؟ مجلس إدارة الزمالك بمنتهى الأمانة طلعوا جدعان جدا وقالوا إنه قرار خاطئ جدا 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 إنهم يتنازلوا عن مصطفى فتحي في الوقت دوت، لأن مصطفى فتحي لاعب مهاري جدا، سهل جدا إنه يستعيد مستواه سريعا، مفيش أي مشكلة. محمد عنتر الحمد لله رب العالمين خلصنا من اول حد كان عنده مشكله في الزمالك، لان ما كانش ينفع يقعد اكتر من كده. محمد عنتر طار للمصري وخلاص، كان في مؤتمر صحفي قدموه للناس. منتخب مصر للشباب وافق على عودة أسامة فيصل للزمالك من أجل لقاء نادي مصر. صراحة ربنا الزمالك بي يعني طلب قبل كده إعادة أحمد عيد ورجعوه من منتخب الشباب، وطلبوا نادي الزمالك تاني عودة أسامة فيصل ورجعوه برضو. شكرا جزيلا. الأهلي دخل في معسكر مغلق خلاص لمزيد من الاجراءات الاحترازيه. ليه؟ ظهر حالتين كورونا، فهم خايفين يحصل حالات اكتر قبل الماتش المرتقب ده نهائي دوري ابطال افريقيا. فاستاذ ياسين ابو جاسر مساء الفل. استاذ فاروق سعيد بيقول لازم يوصل الى اللعيب نهايه انها مباراه قرن. طبعا لازم يا جماعه لازم، وعشان كده احنا بنطلع كل يوم ونتكلم لا 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 يا ابو حميد. بيراميدز عايز مصطفى فتحي نهائي، اللي عايز مصطفى فتحي اعاره سنه هو الاسماعيلي، انما بيراميدز عايز مصطفى فتحي عايز يشتريه نهائي. فالاهلي خايفين طبعا لا يحصل حالات كورونا. لا 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 يا ماضو راجع يا باشا الارشيف ودور على النت هتلاقي القصه دي. دور على النت هتلاقي القصه دي يا برنس. طبعا احنا بنقولش ان هنا هيحصل كده، لان هو هنا بيدرب الاهلي، والاهلي غير صن داونز، ومصر غير جنوب افريقيا، بس القصه دي حصلت. دور على الانترنت يا باشا، دور على الانترنت. عمر السعيد يا استاذ ياسر مساء الفل عليك الاول استاذ ياسر حبيبنا صديقنا الدائم. يا عمر السعيد لسه مش عارفين ايه القصه، هيبان كله. فالاهلي خايف من موضوع الكورونا، لان الناس اللي ما جالهاش كورونا بيجي لها بقى خلاص الكورونا بدأ يتفشى تاني. طبعا احنا عارفين الفيروسات بتنتشر وبتتفشى في الشتاء، فدي مشكله كبيره. فالاهلي دخل خلاص معسكر، قالوا خلاص هيبتدوا المعسكر المغلق عشان خايفين من القصه دي. عندنا شويه حاجات كده هنتكلم فيها، اخبار هنقلها لكم بسرعه، وعشان بعد كده نقعد نتكلم شويه عن موضوع نادي الزمالك. وليد احمدي يا باشا، والله انا بس امبارح كده كان عندي وعكه صحيه، كنت تعبان شويه، والحمد لله رب العالمين اول ما فقت كان لازم النهارده نكون سوا باذن الله. اصدقائنا الفاضلين فضلا وليس امرا التفاعل مع اللايف، وعلى قد ما نقدر شير يا جماعه اللايف. عايزين نجمع الزملكاويه باكبر قدر ممكن. الناس النهارده مش عارف اللي قاعدين مش كتير النهارده، غالبا المطر مأثر على الانترنت في حاجه زي كده. عمرو الجنايني النهارده قال مفيش تأجيل، لأن كان في قصة كده بيقولوا إن في حالات كورونا وفي إصابات وبتاع وممكن يتأجل ماتش النهائي. عمرو الجنايني النهارده قال مفيش تأجيل، ولم يصلنا أي خطاب من الكاف يفيد بتأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا، وإن شاء الله على استاد القاهرة زي ما هو. وقال برضو ان الدوري الجديد 9 ديسمبر هيبتدي. ربنا يبارك فيك يا استاذ ياسين، ربنا يبارك فيك، واستاذ محمد يا سمير ربنا يبارك فيك، ربنا يخليكم يا جماعه، ربنا يخليكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. قال ان الدوري الجديد هيبتدي يوم 9 ديسمبر، وده بعد نهائي الكاس ب4 ايام، لان نهائي الكاس يوم 5 ديسمبر باذن الله.
امير عزمي مجاهد بينصح الزمالك بالتوجه الى معسكر مغلق. يا جماعه الفيروس بدأ ينتشر تاني في الشتاء، اللي ما جالوش كورونا بيجيله، احنا خايفين من الكورونا. الزمالك الكلام اللي بيقوله امير عزمي مجاهد ده صح، الزمالك يخش في معسكر مغلق عشان لا قدر الله الف بعد الشر، احنا مش ناقصين، احنا لعيبتنا ربنا يخليك يا استاذ ياسر تسلم، احنا مش ناقصين يا جماعه لعيب ولا عياذ بالله ولا اتنين لعيبه يجي لهم كورونا، تبقى مصيبه، تبقى مصيبه، تبقى مصيبه. فيا ريت يخشوا معسكر مغلق ويلعبوا الماتش بتاع نادي مصر ان شاء الله بكره، ويكملوا في المعسكر المغلق، واللعيبه ما تطلعش من المعسكر لحد النهائي، لحد النهائي. دلوقتي انا عايز اتكلم عن حاجه مهمه جدا، عن مؤتمر المستشار مرتضى منصور. وسامحوني يا جماعه انا بحب المستشار مرتضى منصور جدا، ولكن الغلط ما بعرفش اطبل فيه، ما بعرفش اقول الا انه غلط. ندعم مرتضى منصور، ودعم مرتضى منصور هو دعم للكيان، ولكن المؤتمر الصحفي في الوقت دوت والكلام اللي اتقال فيه ما عجبنيش، ما عجبنيش. استاذ احمد خاطر ربنا يبارك فيك، مساء الفل عليك يا غالي. مرتضى منصور عمل مؤتمر صحفي امبارح مع اصحاب البيجات والجروبات الزملكاويه. كان مختصر المؤتمر الصحفي هو ان انا لم اخطئ في حق مصر، اتحدى لو في وجود مخالفات في الزمالك، والمخالفات اللي موجوده في الزمالك دلوقتي بقايا العهد البائد بتاع ممدوح عباس، ازاي مجلس اداره الاهلي يختار رئيس نادي الزمالك؟ الفتنه والتعصب مش ممكن نادي الزمالك يكون جزء منهم، والاعلام وفساد الاعلام والاعلام اللي بيحاربني وعايزين العدل والامان زينا زي الاهلي، والناس بتهد في نادي الزمالك، واللي بيني وبين الوزير هو القانون والدستور، لو كان يقدر يقلني كان اقلني. هم ليه ما بيتحدثوش عن المخالفات في الاهلي زي ما بيتحدثوا عن المخالفات في الزمالك؟ انا شايف ان الكلام ده سليم 100%، ولكن يا سيادة المستشار مش وقته. انا لما حضرتك اعلنت عن المؤتمر الصحفي قلت ده احسن حاجة عملها المستشار مرتضى منصور دلوقتي. ليه؟ اولا بيؤكد انه لسه موجود بيدير نادي الزمالك وعلى رأس الادارة في نادي الزمالك قبل مرحلة حاسمة هي نهائي دوري ابطال افريقيا. ما وصلنالوش بقالنا 18، ما وصلنالوش بقالنا 4 سنين، وما خدناهوش من 18 سنة. تمام، ما خدناش الكاس ده من 18 سنه. فانا قلت هو عامل المؤتمر ده عشان اصحاب البيجات والجروبات دول هم اللي بيلموا الزملكاويه كلها على السوشيال ميديا، فيقول لهم حفزوا الزملكاويه، ادعموا النادي، ادعموا الفرقه، ادعموا بتاع، عايزين نعمل، عايزين نخلي، عايزين نعمل فيديوهات لتشجيع الزمالك، عايزين نعمل دعم، عايزين. لكن انا اتفاجئت انك برضو جايب الناس تكلمهم في مشاكلك الشخصيه، تكلم الناس ازاي اللجنة الأولمبية شالتك دلوقتي، وازاي ان انت حصل لك مشكلة، وازاي يا جماعة يا بيه، هل ده يعقل؟ هل ده وقته؟ احنا كلنا وراك، ما قلناش لا، بس دلوقتي احنا وانت لازم كلنا نبقى ورا الزمالك. عندنا مهمة دلوقتي، المهمة ديت اهم منك انت شخصيا واهم مننا كلنا. دوري ابطال افريقيا للجماهير يا باشا، للجماهير. كنت تستنى بعد الماتش وياكش تعلن عن مؤتمر صحفي، تستأذن وتاخد اذونات وتطلع تصاريح من السلطات المختصة، وتطلع ياكش تطلع على سفح الهرم تعمل مؤتمر صحفي عالمي تتكلم فيه عن المواضيع ديت. محدش قالك لا، خد الكاس واعمل اللي انت عايزه، امسك دوري ابطال افريقيا، كاس دوري ابطال افريقيا في ايدك واعمل اللي انت عايزه، اعلن عن وجودك في كاس العالم للانديه واعمل اللي انت عايزه. لكن دلوقتي نقول في ناس بتهد في الزمالك، انت جاي تتكلم عن الهدد دلوقتي واحنا بنبني واحنا عايزين نبني. صراحه ربنا انا بمنتهى الامانه مرارتي اتفقعت من اللي حصل امبارح ده، وده كده انت كده يعني بدأت توري الناس انك انت خلصت وبتفلفص، ان انت خلصت وبتفلفص، بدل ما نوري الناس بالمؤتمر الصحفي ده انك قوي وانك مش همك وانك ما بتتكلمش عن الموضوع ده خالص، وبتتكلم عن النادي وبتتكلم عن نهائي دوري ابطال افريقيا، وان شاء الله رب العالمين حلمنا في المشاركه في كاس العالم للانديه والكلام ده. انت كده وريت الناس ان انت بتوري الناس انك خلصت وبتفلفص، بتوري الناس ان احنا في موقف ضعيف. ليه الظهور في هذه الصورة
من الضعف. ليه تتكلم عن مشاكلك الشخصية في الوقت اللي الزمالك هو أولى مننا بكل كلمة وبكل دقيقة؟ فرقة الكورة أولى مننا بكل كلمة وبكل دقيقة. حضرتك بتهزر قطعا، حضرتك قطعا بتهزر. واللي حصل ده أنا مش قادر أسميه سوى إنه هزار. فيا سيادة المستشار أيها المحترم، الزمالك أعلى وأبدى من الجميع. الزمالك أولى من الجميع. الزمالك أفضل وأقيم وأعلى من الجميع. كلنا يا جماعة، كلنا نجتمع حوالين الزمالك. احنا في وقت الكيان محتاجنا. مرتضى منصور، انت كده بتثبت انك مش فارق معاك غير نفسك. وانك عايز البطولة مش عشان الزمالك، عشان نفسك. انت كده بدأت تستنفذ صبرنا احنا. انا واحد من الناس بمنتهى الامانة كنت داعما ليك وخلفك وفي ظهرك طول الوقت، لكن انت مع مرور الوقت بتقلل رصيدك اللي انت عملته عند الزملكاوية في ال6 سنين اللي فاتوا. بتقلل رصيدك. خد بالك عشان اللي انت بتعمله ده بمنتهى الامانة. يعني في شخص صديق عزيز بيقول انا اهلاوي والزمالك اكبر من اي شخص. كلام محترم، ما نقدرش نقول غيره يا جماعة. كلام محترم. انت دلوقتي بتدي فرصة للاعلاميين اللي بيهدوا الزمالك انهم يهدوا الزمالك اكتر. بتدي فرصة للاعلاميين اللي بيهدوا الزمالك ان الزمالك. حبيبي يا ماضو، ربنا يخليك. ماضو بيقول لي الف سلامة عليك، ربنا يخليك يا حبيبي، ربنا يخليك يا ماضو. بيتكلم عن لجان التفتيش وبتاع. لجان تفتيش ايه دلوقتي؟ واتحدى وجود مخالفات، وبعد كده رجعت قلت المخالفات هي من العهد البائد بتاع ممدوح عباس. طب ما تقول. وهي لما اللجنه تيجي تلاقي المخالفات من العهد بتاع ممدوح عباس، هل هتلبسها لك انت يعني؟ ولا هل انت صغير؟ انت شخصيه عامه، وكنت لحد وقت قليل من احد يعني رجل دوله. انت يا سياده المستشار اليومين اللي فاتوا خسرت انتخابات مجلس الشعب. يتهيألك ان انت كده بتخلص. انت كده مش بتخلص، والزمالك مش بيخلص. انت لو فضلت على راس الزمالك، على فكرة صدقني رئاسة الزمالك اهم من مناصب كتير ممكن تتقلدها، لان الزملكاويه جمهوره اكبر من تعداد بعض الشعوب. الزمالك جمهوره اكبر من تعداد بعض الشعوب. في دول صغيره شعبها بيبقى بالكامل اقل من عدد الزملكاويه. حضرتك عارف انت بتقول ايه؟ عارف يا باشا، انا بمنتهى الامانه بقول حضرتك كنت بمنتهى الامانه. استاذ وليد احمدي بيقول لي معلش لازم نكون وراه وسنده، مش نشمت فيها الاهلاويه خميس واحسن من غيره. بمنتهى الامانه انا شايف ان كلامك صحيح من ناحيه يا استاذ وليد، بس انا برضو كلامي صحيح من ناحيه تانية، ان الزمالك هو الاولى والابدى والاقدر مننا دلوقتي اننا نكثف جهودنا عشانه، مش نخلي المؤتمرات الصحفيه لدعمنا احنا، مش لدعم الكيان في ظرف زي ده يا استاذ وليد. احنا في ظرف مهم جدا وفي لحظه فارقه يا جماعه. انتوا عارفين احنا لو خدنا دوري ابطال افريقيا هينقل الزمالك في الحقبه الزمنيه اللي احنا فيها دي منين لفين؟ صديقي العزيز بيقول لي تحيه ليك من لبنان بلد الفن والبلد الشقيق العزيز. حبايبنا اللبنانيين بمنتهى الامانه بلد عزيز على قلبنا جميعا، لبنان الحبيب. استاذ عدن بيقول لي انا اهلاوي ولو الزمالك فاز هطلع اقول الف مبروك لنادي الزمالك. الاحترام لجمهور نادي الزمالك والاحترام ليكم سيدي الفاضل، والاحترام لسيادتك ولكل العاقلين امثالك يا سيدي الكريم. شكرا جزيلا لشخصك الفاضل. دي الروح اللي احنا بنتمناها، ولكن الروح ديت للاسف لو موجوده بينا احنا بعض الجمهور مش موجوده عند كل الجمهور، كل الجمهور. دلوقتي عايزين نتكلم عن الحمد لله رب العالمين الدوليين انتظموا في مران الزمالك. وزير الرياضه اتكلم عن حضور الجماهير، هو لحد دلوقتي بيحاول في موضوع حضور الجماهير. الزمالك هيخش في معسكر مغلق يوم الاثنين. كنا نتمنى المعسكر المغلق يبقى بعد ماتش نادي مصر على طول، عشان خوفا من الكورونا يا جماعه، خوفا من الكورونا. بكره ان شاء الله ماتش نادي مصر، نتمنى لنادي الزمالك
العظيم نتمنى لنادي الزمالك العزيز والحبيب ان شاء الله بكره نعدي الماتش بسهوله وباريحيه، ونادي الزمالك بيعمل مسحه كل 48 ساعه للاطمئنان على اللعيبه. فرجاني ساسي بيصل للقاهره غدا وينتظم في التدريبات. حبيبي من السعوديه، اهلا وسهلا استاذ عمرو جمال النمراوي، اهلا وسهلا بيك حبيبي. ومنتخب تونس فاز على تنزانيا 1-0 واتعادل وتعادلوا سلبيا في تنزانيا. وعارفين طبعا فرجاني ساسي مش هيلعب مباراة نادي مصر عشان الوقف اللي هو اتوقفه. دلوقتي عايزين نتكلم عن الصفقات وبرقوا لي عينيكم كده وايه، عشان في صفقة مهمة جدا 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 عايزين نصحصح كده يا جماعة مع بعض. وروني اللايك الحلوة، وروني اللايك الحلوة كلنا كده، عايزين مع بعضينا اللايك الحلوة كده، شجعوني كده عشان ايه اللي يحب النبي يسقف. بصوا يا جماعة، كان في ناس كتير بتسأل على صفقة وليد الكارتي. تمام، في ناس كتير بتسأل على صفقة وليد الكارتي. تمام، صفقة وليد الكارتي دلوقتي جيمي باتشيكو مش مقتنع باتنين لعيبة، هم حميد أحداد ومحمد أناجم. مش مقتنع بمحمد أناجم ولا مقتنع بحميد أحداد. في نفس الوقت اللي محمد أناجم الوداد يتمنى يرجعه ويتمنى حميد أحداد كان عامل مع الرجاء موسم ولا أروع. فالزمالك فيه بعض الناس التقارير المغربية بتقول ان الزمالك دخل مع الوداد في صفقة تبادلية. الصفقة التبادلية ديت هي ايه؟ هي ان الوداد ياخد حميد أحداد ومحمد أناجم ويدي الزمالك وليد الكارتي. يدي الزمالك مين؟ وليد الكارتي. طيب هل الزمالك هيخسر في الصفقة دي فلوس؟ قال لك بالعكس، زي ما انت عايز وليد الكارتي حبيبي يا استاذ مدحت ربنا يبارك فيك، استاذ احمد خطاب حضرتك اللي محترم ربنا يبارك فيك، استاذ يوسف زيدان ابو بتول حضرتك قليل الادب وداخل تشتمنا على اللايف بتاعنا، تستحق البلوك بلوك 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 عشان رضوى الشربيني تستريح وتسيبنا في حالنا شويه. دلوقتي جيمي، لا بص استاذ اشرف، من الاخر كده، من الاخر جيمي باتشيكو هيمشي كلامه. دي بقى ميزه المدرب لما يبقى اجنبي غير لما يبقى مصري. لما يبقى مصري الاداره هتقول له خلي اللعيب الفلاني، من الاخر هيخليه مش هيقدر يتكلم. انما الاجنبي لا، همشي ده يعني همشي ده من الاخر. تمام، عشان كده احنا دايما بنقول المدرب الاجنبي احسن. الوداد قال لك هناخد حميد احداد مهاجم جامد وناهي الدوري بطل للدوري مع الرجاء المغربي وبتاع، طب ما ناخده. واخد محمد أناجم كان نجم ومتألق في صفوف الوداد قبل كده، وديهم وليد الكارتي. هو محتاج محمد أناجم ومحتاج حميد احداد واحنا محتاجين وليد الكارتي. هو هياخد 2 لعيبه نجوم بالنسبه له وهيدينا لعيب برضه نجم، والزمالك هيحصل على مبلغ مالي كمان مع وليد الكارتي. تمام. مدحت عبد الهادي يا جماعه، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله مدحت عبد الهادي في تحسن. طبيب الزمالك طمنا على قلب الاسد الكابتن التاريخي العظيم المدافع التاريخي في نادي الزمالك مدحت عبد الهادي في تحسن، وان شاء الله رب العالمين في مسحه خلال يومين. المسحه دي هيتحدد على اساسها هيرجع عمله امتى. الفرقه محتاجاه طبعا. كهربا وصالح جمعه كورونا ربنا يشفيهم يا رب. عمرنا في حياتنا مهما حصل بيننا وبين اي لعيب زي ما حصل بيننا وبين كهربا، مهما كان في بينه وبين النادي مشاكل وقضايا ومش عارف ولسه في تعويضات وايه، عمرنا في حياتنا ما نشمت في المرض. لا اله الا الله.
احنا كلنا معرضين في اي وقت لاي شيء، واي شيء من ربنا فضل ونعمه، وبنحمد ربنا ونشكر فضله عليه. فلا شماتة في المرض. كهرباء وصالح جمعه ربنا يشفيهم، ربنا يشفيهم. كان في حاجه كده بالمناسبه يا جماعه، بالمناسبه شفت صوره كده معموله كوميك، حد عاملها، حد زملكاوي يعني محترم عاملها، جايب واحد زملكاوي، جايبين قدامه مؤمن زكريا فبيقول ربنا يشفيه. واحد اهلاوي جايبين قدامه شيكابالا، قال مش ده المرحوم الله يرحمه. ده الفرق يا جماعه، ده الفرق. هما بيقولوا على واحد من اساطير مصر مرحوم الله يرحمه، وبيتكلموا عليه كلام وحش جدا لمجرد ان سنه كبر شويه وهم ما بيحبوهوش. حبيبي يا استاذ اشرف ربنا يبارك فيك، انا ضد ده، ضد ده، ضد العنصريه، ضد ان نشتم حد. احنا ما احنا مؤمن زكريا كنا عايزينه وكان متالق في صفوفنا، ولما قلنا له قال لنا الاهلي بيتي ومشي. فطول الوقت بنقول ربنا يشفيه، ربنا يشفيه، ربنا يشفيه، وواقفين جنبه وبندعمه ايا كان الموقف. ليه اللي هم بيعملوه على شيكابالا؟ ليه استاذ محمود حمدي الديشي والله برضه قليل الادب. جماعه لو سمحتوا، اي اهلاوي هيخش يشتم، انا فعلا والله العظيم اقسم بالله هصور، هاخد سكرين شوت وهبعت بلاغ عنه للفيسبوك، لاداره فيسبوك عشان هم يتصرفوا مع الاكونت الشخصي بتاعه، وهبعت بلاغ لمباحث الانترنت، عشان انا فعلا بدات ازهق من الناس اللي بتقل ادبها باسلوب مبالغ فيه لمجرد ان احنا زملكاويه هم اهلاويه. ده دليل يعني حضرتك، انا بس عايز اعرف، انتوا دايما تقولوا مرتضى اللي بيشتم ومش عارف ايه وكلام من ده، وانتوا نفسكم بتشتموا. يعني اخي احترم نفسك، خليك محترم، وبعد كده تعالى علق على تصرف غير محترم. لكن انت لما تبقى انت مش محترم، ازاي تقول فلان عمل تصرف ما فيهوش احترام وتبقى مستنكر الوضع جدا؟ لا، ما انت لما تشتم تبقى تستاهل الشتيمه. زعلان منه ليه بقى انه بيشتمك؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. حبيبي يا استاذ حازم ربنا يخليك، ربنا يخليك. لا يا جماعه لو سمحتوا ما حدش يشتم جمهور الاهلي، جمهور الاهلي في منهم اخواتنا وحبايبنا، بس يا جماعه يا ريت بعض الاهلاويه اللي قاعدين معانا يقولوا لحبايبهم الاهلاويه اللي بيخشوا يشتمونا عيب، عيب. حازم امام خد راحه، حازم امام الحمد لله ربنا شفاه من الكورونا وخد راحه النهارده من التدريب. حازم امام كابتن نادي الزمالك، طبعا هم بيحافظوا عليه عشان ماتش النهائي. الزمالك طلب ضم حاجة بقى تانية من الصفقات، يلا ضموا علينا يا اهلاوية، ورونا اللايك الحلو، ورونا اللايك الحلو. تامر العالم، تامر مش انت صاحب محمود يا تامر؟ انا بسمع اسمك كتير وداخل تقول له انت ايه اللي جايبك هنا، ده اخويا يا عم. ايش يا تامر، مساء الفل يا تامر، انا اسمع عنك كتير واسمع عنك انك راجل محترم جدا. مساء الفل يا تامر، مساء الفل، محمود بيحكي عنك كتير. آم، زي ما قلنا، ورونا اللايك الحلوه بقى عشان الصفقه اللي جايه دي، الصفقه اللي جايه دي، ورونا اللايك الحلوه، ورونا اللايك الحلوه. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. الزمالك طلب ضم محمد عبد العاطي دونجا. الزمالك طلب ضم مين؟ محمد عبد العاطي دونجا، لاعب وادي دجله. الزمالك طالبه. طب الزمالك عارض كام؟ 28 مليون جنيه. طب الصفقة واقفة ليه؟ عشان الاستاذ محمد النجار من ميونخ، نتمنى فوز الزمالك يا رب، فوز الزمالك. استاذ محمد عبد الحفيظ شكرا يا محترم ربنا يبارك فيك. الزمالك طالب بدافع كام؟ 28 مليون، حاطط في الصفقة 28 مليون. الصفقة واقفة ليه؟ عشان وادي دجلة طالب 35 مليون. بيراميدز طالبه، بس بيراميدز صراحة طلعوا محترمين، قال لك احنا طالبينه في حالة اذا المفاوضات تأثرت بينه وبين الزمالك. لكن طول ما الزمالك ربنا يخليك يا ماضو حبيبي، قال لك طول ما الزمالك في القصة احنا مع السلامة، احنا بره. لو الزمالك مشي ومش هياخد اللاعب احنا هنخش في القصة. طيب وادي دجلة طالب 35 مليون. طيب هل محمد عبد العاطي دونجا لاعب دولي؟ هل لاعب منتخب؟ هل لاعب كاس افريقيه؟ هل لاعب كاس عالم؟ 35 مليون جنيه بأمارة ايه يا وادي دجله؟ بأمارة ايه يا ماجد بيه يا سامي؟
يا راجل هو لعيب كويس وليه مستقبل وجاي، هيجي ان شاء الله ويروح المنتخب ويمثل مصر عن طريق نادي الزمالك، عن طريق نادي الزمالك. ده نادي الزمالك بوابه للعيب انها تروح منتخب مصر اكتر طبعا من وادي دجله 10 مرات. يعني لو اللعيب عايز يشوف مستقبله يبقى احسن له طبعا الزمالك. الموضوع صعب جدا. 35 مليون جنيه دوت، انا شايف ان ال 28 مليون جنيه اصلا كتير والله العظيم. بنقول لحبيبنا حبيب الزملكاويه اوباما مبروك يا معلم، مبروك يا معلم على الخطوبه يا معلم، وان شاء الله رب العالمين الخطوبه تكون وشها حلو علينا في نهائي دوري ابطال افريقيا، وتحتفل بقى كده ايه، تحتفل بمناسبه خطوبتك وبمناسبه كاس دوري ابطال افريقيا سوا باذن الله. عندنا خبر تاني حلو جدا وبالنسبه لي اهم من بعض الصفقات. خبر اهم من بعض الصفقات. مصطفى محمد اجل فكره الاحتراف نهائيا. مصطفى محمد اجل فكره الاحتراف نهائيا. حبيبي يا تامر حبيبي. مصطفى محمد اجل فكره الاحتراف نهائيا. طب اجل فكره الاحتراف ليه؟ اجل فكره الاحتراف لان هو دلوقتي مركز في دوري ابطال افريقيا، وقال لك غالبا على بال ما يخلص دوري ابطال افريقيا تكون باب القيد قفل في كل الدول اللي انا ممكن اروحها، فاركز بقى مع الزمالك، وان شاء الله رب العالمين جايه الاولمبياد اروح الاولمبياد، اركز ان العب الاولمبياد ان شاء الله، يمكن اما العب الاولمبياد تجي لي عروض احسن كتير 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 من اللي جات لي دلوقتي. فعلا يا مصطفى ركز. هو قال لك الموسم ده خلاص انا كده هقعد مع الزمالك بقيه الموسم، ولا حتى هيمشي في الانتقالات الشتويه، ولا حتى هيمشي في الانتقالات الشتويه. قال لك خلاص انا هركز ان افضل مع الزمالك طول الموسم اللي جاي والعب الاولمبياد، وان شاء الله عن طريق اللعب في الاولمبياد وعن طريق الزمالك ابقى اشوف يمكن يجي لي فرص احسن بكتير باذن الله رب العالمين، باذن واحد احد. فمصطفى محمد عايزين نقول لك ركز مع الزمالك. الزمالك نادي عظيم. الزمالك هو اللي عمل ماضو بيقول لي هو نبيل عماد دونجا غير محمد عبد العاطي وادي دجله، عشان انا عضو في نادي وادي دجله وعارفه كويس. نبيل عماد دونجا طبعا، نبيل عماد دونجا بتاع بيراميدز، محمد عبد العاطي دونجا بتاع وادي دجله. هم كل اللعيبه دلوقتي اللي طلعوا كانوا ناشئين في الحقبه لما كان دونجا بيلعب في البرازيل او كده، طلعوا كله سمى نفسه دونجا. ليه؟ لان دونجا ساعتها كان اشهر ديفندر في العالم. دونجا كان كابتن منتخب البرازيل، لعب في كاس العالم 94 و98، لعيب كبير جدا جدا جدا، محدش ينساه محدش ينساه. طيب عايزين دلوقتي يا جماعه نتكلم في وعلى فكره لو جينا بيه عماد دونجا وادي دونجا وادي دونجا لو جينا بيه عماد دونجا ومحمد عبد العاطي دونجا مصلحه. اقول لكم مصلحه ليه؟ لان واحد بيلعب رقم 6 زي طارق حامد، واحد بيلعب رقم 8 زي فرجاني ساسي، فانت يبقى عندك بديل لده محترم وبديل لده محترم. والله ده غاب طارق حامد غاب، نبيل عماد دونجا موجود، فرجاني ساسي غاب، يبقى عندك محمد عبد العاطي موجود. خصوصا ان دلوقتي نص الملعب هو الكوره. الفرقه اللي عندها نص ملعب قوي هي الفرقه اللي بتحرز بطولات، وهي الفرقه القويه بمنتهى الامانه، بمنتهى الامانه. نص الملعب بيساعد في الدفاع، وبيساعد بيضمن دفاع صلب، وبيضمن هجوم غزير، هجوم غزير. تمام. ماضي بيقول على فكره مصطفى محمد راح تركيا ب 4 مليون. لا خلاص الموضوع دوت اتقفل النهارده. مصطفى محمد اتكلم بنفسه النهارده عن الموضوع دوت. طيب هنقول تاني الواجب اللي علينا. معلش يا جماعه علينا هوم ورك كده، واجب. ايه الواجب اللي عايزين نعمله؟ الواجب اللي عايزين نعمله استاذ حاتم كامل بيقول ان شاء الله الاميره في ميت عقبه الجمعه القادمه. حاتم من كيف اوكرانيا. يا رب يا رب يا رب يا رب يا استاذ حاتم باذن الله. تحياتنا ليك. ايه الواجب بقى اللي علينا نعمله؟ اول حاجه عايزين يا زملكاويه نخش نكتب في كومنتات بعد ما اللايف يخلص، او شيروا على البيج، شيروا على البيج. اول حاجه عايز اتكلم معاكم عليها، معلش يا جماعه، بصوا احنا عملنا قناه على اليوتيوب لان احنا بنعمل منصه لينا على كل حاجه موجوده في السوشيال ميديا، بنشير عليها برضو فيديوهاتنا. القناه يعني بتاعت اليوتيوب عايزين نكبرها شويه عشان تمثل الزمالك والزملكاويه وتمثلنا كلنا على اليوتيوب.
فالقناه لسه صغننه شويه، الحمد لله البيج هنا بدات تكبر، القناه لسه صغيره شويه. القناه من غير ما احط لكم لينك ولا حاجه، هي اسمها نفس اسم البيج، اسمها زملكاوي في الثالثه يمين مع محمد خميس. خشوا بس اكتبوها في السيرش على اليوتيوب، هيطلع لكم القناه وهتلاقوا عليها نفس الصوره، وهتلاقوا فيها الفيديوهات بتاعتنا كلها. فلو سمحتوا اشتركوا في القناه، عشان عايزين نكبر القناه شويه، وانا شايف ان انتوا حبايبنا. يعني عايزكم معانا في القصه ديت، عايزكم معانا في القصه دي اول حاجه. ليه؟ لان انا عايزين ننشر فكر الزمالك والزملكاويه في كل حته، خصوصا ان انا اللايفات دي باخدها زي ما هي كده، اقوم جاي منزلها ورفعها على اليوتيوب. فبالتالي كلامي معاكم دوت هو كله بيترفع على اليوتيوب زي ما هو. وكمان هنا بنعمل لايفات على القناه بتاعت اليوتيوب، هنعمل البرنامج اللي كنا بنعمله، اللي هي الحلقه بتاعت زملكاوي في الثالثه يمين، هتبقى موجوده هنا. هيبقى اللايفات، وهناك هيبقى البرنامج. ده اول حاجه. ثانيا الواجب اللي علينا الهوم ورك، عايزين ندخل بقى على اللايف اول ما نخلص دلوقتي، نكتب في كومنتات احسن طريقه الزمالك يلعب بيها والتشكيل المثالي من وجهه نظرك. كل واحد يكتب احسن طريقه 4 3 3 4 3 2 1 3 4 3. في ناس دماغتها كده، في ناس بتحب 3 4 3 تلعب بثلاثه مساكين. طبعا دي طريقه دفاعيه بحته، احنا ما بنحبش نلعب بيها دلوقتي. على حسب، بس الزملكاويه كلهم كويره وكلهم عندهم فكر كروي. فبالتالي يا جماعه كل واحد يخش يكتب. كل واحد بص يا ياسر، هتلاقي اسمها زملكاوي في الثالثه يمين مع محمد خميس، هي مش محتاجه اللينك، نفس اسم البيج، نفس اسم البيج. اول ما تكتبها هتلاقي اول حاجه طلعت لك في السيرش. فكل واحد يخش يكتب احسن طريقه لعب من وجهه نظركم في النهائي، وبعد ما يكتب احسن طريقه لعب يكتب التشكيل المثالي من وجهه نظره. واللي عايز كمان يتوقع نتيجه المباراه يبقى كتر خيره، عشان ان شاء الله رب العالمين اللايف بتاع بكره هنطلع ان شاء الله بكره بعد الماتش بتاع الزمالك ونادي مصر مباشره، والحكم بيصفر كده هتلاقوني ببتدي اللايف. يا ريت نبقى مع بعض باذن الله رب العالمين بكره، هنحلل الماتش سوا. هنحلل الماتش سوا، وهنتكلم برضو شويه عن اخبار بكره والصفقات والحاجات ديت. فان شاء الله رب العالمين خير. عايزين على بال بكره ان شاء الله اكون لقيت عندي بقى شويه كومنتات محترمه كده منكم عن طرق لعب وتشكيل، كل واحد يكتب تشكيل من وجهه نظره، توقعات، حاجات حلوه كده رجاله. ماشي ماشي. وخشوا اشتركوا في القناه على اليوتيوب، خشوا اشتركوا في القناه على اليوتيوب يا رجاله. ليلتكم زي الفل. دمتم في رعايه الله. اشوفكم بكره ان شاء الله بعد الماتش مباشره. مع السلامه.